زياش. علاش حكيم زياش غائب اليوم؟ واش فعلا انتهت قصة المايسترو مع المنتخب المغربي، أم أن الضغوطات الحياة كانت أقوى من سحر قدمه اليسرى؟ في هذه الأيام كيعيش حكيم أصعب فترات في حياته، من الاستبعاد المفاجئ من لائحة الأسود، الجدل كبير بسبب تدويناته الجارئة، وصلنا لصدمة الموت اللي اختفت منه السند ديالو. اليوم غنغوصوا في الأعماق القصة حكيم زياش، من الشوارع هولندا المظلمة لعرش النجوميات في قطر، وحتى اللحظة اللي كيتساءل فيها الجميع أين هو حكيم. بقى معنا حتى الاخر، حيت غادي نكتشفوا التفاصيل كتقال لي اول مره على الحاله النفسيه والرياضيه للساحر العرب. كنتمنى الخوت دعمونا بشي لايك للفيديو واشترك في القناه، وما تنساوش ترحموا على الاخ ديال زياش الله يرحمه ويصبر عائلته. باش تفهموا علاش زياش عنده شخصيه متمرد خاصك ترجع لسنه 2003. حكيم طفل ديال 10 سنين لقى راسو كيشوف الاب ديالو كيموت قدام عينيه بعد الصراع مع المرض. هاد الصدمه حطمت فيه كلشي. طفل بريء تحول لمشاكس في شوارع هولندا، هرب من المدرسة، دخل في دوامات الانحراف وكان قريب يضيع للأبد لولا رحمة ديال الله وشخص سميتو عزيز ذو الفقار اللي شاف فيه جوهرة مدفونة في وسط الغيط. كرة القدم كانت هي الخيط اللي جراه من الهاوية. في سنة 2015 هولندا كاملة وقفت على رجل واحدة باش يقنعوا زياش يلعب للطواحن. مدربهم الشهير فان باستن قال عليه غبي حيت اختار المغرب. Kiest hij nou voor Oranje of kiest hij toch voor Marokko? En dan zei John bij ons voor de wedstrijd. Dan zeg het zelf maar John, volgens mij heeft hij vergissing gemaakt. Nou ja, ik ben voetballiefhebber. Ook een Nederlands elftal voetballiefhebber. En ik vind je een fantastische speler. En jouw kans komt zeker in het Nederlands elftal. Maar ik dacht dat je je vergist zou hebben. Dat je toch die 2 vriendschappelijke wedstrijden zou mogen spelen. En dat je daarna je keuze kon maken. Maar als je nu voor Marokko gaat spelen, die oefenwedstrijd. Dan is dat een bewuste keuze dat je voor het Marokkaanse elftal gaat spelen. Ja, dat hoor ik niet van jou, maar dat weet ik nog niet. Nee, maar dat zijn wel de regels op dit moment. Nou ja, zoals ik al zei, ik hoor dat van u, dus ja. Creëert dat voor jezelf een nieuwe situatie? Want die definitieve keuze wilde je misschien nog wel niet maken. Of had je die al wel gemaakt, Dio? Dat weet ik niet. Kijk, weet je wel? Nee, dat weet ik niet. Nee. Zoals ik al zei, ik heb de uitnodiging geaccepteerd en zoals het er nu uitziet ga ik gewoon naar Marokko. Ja, je kan natuurlijk altijd nog een blessure hebben. Ja, maar ik wil spelen, dus daar gaat het om. Ja. Maar ben je er voor jezelf uit, hè? Ik bedoel, het is jouw keuze. Jij kan zelf kiezen van, hè, ik kies voor Oranje of ik kies voor Marokko. Heb je die keuze voor jezelf al gemaakt? Nou ja, zoals ik net al zei, ik heb de uitnodiging geaccepteerd. En, dus je hebt de beslissing genomen. Maar zonder de consequenties. ولكن حكيم ببرودة الأعصاب ديالو معروفة، رد عليه في التيران وقال أنا مغربي.
ومن ثم بدات العلاقة الحب المعقدة مع المنتخب، علاقة فيها الدموع، فيها الفرح، وفيها التضحية بالمال والوقت من أجل راية الوطن. حكيم زياش هو اللاعب اللي تنازل على المكافآت ديالو لصالح الفقراء والموظفين البساط. وفي قطر 2022 العالم شاف النسخة الحقيقية للمايسترو، ماشي غير المهارات بل القتالية الدفاعية خلاتنا كاملين نفتخروا به. وصورته مع الوالدة ديالو كانت هي العنوان، رضا الوالدين هي السر النجاح، لكن دوام الحال من المحال. الأيام زياش غائب على المعسكر المنتخب المغربي، الركراكي كيقول لأسباب تقنية وبسبب الإصابة، لكن في الكواليس كاين كلام أخرى. تدوينات حكيم الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي دافع فيها بشراسة على القضايا الإنسانية وخوتنا خلقت له جدل كبير. هل دفع زياش الثمن ديال الصراحة ديالو، أم أن مستواه مع قراطاسراي فعلا لا يسمح له بالتواجد؟ أسئلة كثيرة والجواب كيبقى غامض والصمت حاكم المعتاد. ولا ديك الأحزان، القدر ما كانش رحيم بحكيم هاد المرة. في عز أزمته الرياضية فجاء موت حكيم في الأخ ديالو الأكبر فيصل، الله يرحمه. تخيلوا معايا اللاعب كيعاني من التهميش الرياضي وكيزيد عليه ألم الفقدان، خطفت منه السند اللي بقى ليه من ريحة الأب. هاد الخبر نزل كالصاعقة على الجماهير المغربية اللي نسات الخلافات الرياضية وتضامنت معاه. حكيم اليوم كيعيش فترة حداد والتأمل، فترة ربما غتكون هي الفاصلة في المسيرة ديالو. زياش كيبقى ظاهرة، اللاعب اللي كيبغيوه الناس، حيت راجل قبل ما يكون لاعب. واش غنشوفوا العودة القوية للمايسترو في كأس إفريقيا الجاي بالمغرب، أو أن قصة كتبدا تكتب فصولها الأخيرة؟ تعازينا الحارة لحكيم، وكنتمنى منكم كاملين تدويو معاه في التعليقات. قبل ما نختموا خليونا نشوفوا لغة الأرقام اللي ما كتكذبش. زياش ماشي غير لاعب مهاري، هو ماكينة ديال صناعة الأهداف مع الأندية اللي لعب ليها. حكيم سجل أزيد من 125 هدف وصنع أكثر من 160 تمريرة حاسمة، الأرقام كيرغب فيها أي مدرب في العالم. وما نساوش أنه كان هو المهندس ديال ملحمة الأياكس في الدوري الأبطال أوروبا 2019، وهز كأس الغالية مع تشيلسي في 2021. أما مع المنتخب المغربي فحكيم كيتعتبر من بين الهدافين التاريخيين للأسود، بلمسة يسارية سحرت القارة الإفريقية والعالم. الأرقام كتخلينا نتسائلوا، واش فعلا كاين اللاعب في الجيل الحالي كيقدر يعوض دقة التمريرات والرؤية عند حكيم؟ الجواب كيبقى في التيران. حتى لهنا كتسالي الحلقة ديالنا اليوم، كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش تخليونا شي لايك والاشتراك في القناة باش يوصلك كل جديد. كان معكم صوت وحكاية، تهلاو.